يرتعد فذمليني، انشري كفل العواطف ضميني، انقذيني بحمدي يلقي قصيدة يغير أحجار الفلافيش فاسمعيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالفرقة الموسيقية العظيمة. كل الضيوف دار السلام، انتم بلادكم الثانية. الله يكرمكم. يوميان عاشق مهزوم 30 عاما 30 سنة أو يزيد، وأنت في الوهم البعيد، أمنت المكرة وليت في الحلم السعيد. 30 عاما أو يزيد، تسكب رحيق الورد على زهر الصبار، تطلق في المدى أهزوجة، تصنع لحنا للمدار، تمتطي حلم الصغار، تصنع قلادة من نجوم الليل وفي الصباح تهديها الجوار. أزلت حجبا وستار، حطمت كل الأسوار، أرقت دمعك هاهنا، أهدرت حلمك هاهنا، جرحت قلبك هاهنا، وفي النهاية قتلت هنا. يا نزق الثوار، صخب وضجيج ودوار، أحمل على ظهر الأمان وحفنة مرح وإيثار. يا صاحبي كم خطت يمنانا الصور، رسمنا دنيا نعرفها، جعلنا فيها الحب إمام. يا صاحبي أو قتلت الإمام، هدمت الضريح، شوهت الصور، شنقت في ليل القمر، حتى الوفاء قد انتهى. يا صاحبي لا تسلني عن سماء الشعر في دنيا الضباب، لا تسلني عن فداء، عن إخاء، عن سحاب. يا صاحبي قد جعلت الدنيا سراب، قد جعلت الدنيا سراب. أقول قصيدة ثانية. أنا طبعا ممكن تسمعوني. الزمن المصلوب، عيل الصبر، عيل الصبر، ضجت جنبات الروح، ملت الهم والحزن، ملت عذابات الرجوع، نزفت مواجع الود شوقا وصبرا وخوفا وجروح. خلف أيام هاربات نمضي، ننشر الذكرى، مرافع الحلم، درب البوح، وعشقا مذبوح. في ذات الدرب تحت التراب وارينا أمانينا، رحلنا تركناها، عل الليل فيها، بخل الغيث، شيء تيبس في رحم الليالي فعقمت الأيام، وجفت الأفكار، وقفنا نحدق للزمن المصلوب على قارعة الكون مع الأمنيات. بكيناه في صمت، ولكن تحجرت الدموع. شكرا للشاعر محمد الحسيني. باسم قصر ثقافة محمد عبد الحميد روان نرحب بضيوفة السيدة فاطمة يوسف مدير فرع ثقافة سوهاج، الأستاذ شريف محمد كامل مدير قصر ثقافة سوهاج. كنا ننتظر منسق الساقية الشاعر الكبير وعضو اتحاد كتاب مصر الشاعر ناصر موسى الذي تأخر لظروف لا نعلمها، فنيابة عنه أعتذر لجميع الحضور. وكما عودناكم في اكتشاف كل ما هو جديد في الشعر والفن، الآن ظهرت لنا موهبة جميلة
من ضيوف سوهاج وهي فرقة سوهاج الشاعر الأستاذ أحمد مظهر، فليتفضل. في البداية واحد الرحمن من خلق الخلق، وصلي وسلم على طه رسول الحسن. أنا من هنا من قرية على الخط السريع، عايش وسط الفرحان حقوق الله الأسير، الاسم أحمد والأب ولد على أبيه. الجمل الكريم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبت قصيدة من حبات الشعر والأستاذ عاطف الناظر هو عين الفن الدين. في قصيدة كتبتها كتاب الدستور زي ما بقول فيها هترجعوا الدستور هنقول لكم ماشي، هتغيروه بجديد هنقول لكم ماشي. اصل احنا فينا زي زرع قلبها مات ما بطلش منها الا الحواشي، مات في قلوبنا الحب والصدق والطيبه، ما بطلش فينا الا النفاق والغش والغيبه، وجينا من خوفنا نسد ودانا بكفوفنا ونغمى عينينا بايدينا ونقول علشان نقول ما تشوفناش. لو السفينه واحد في قلبه نار وقام واقف لكن يرجع الينا الحق نقول له بلاش احسن لك بلاش، اصل ممكن ايدك تاني ما تشوفهاش. تلقاه يسكت من بعد الغضب زي الثلج ببرودته بيطفي اكبر لهجه، ولما يقولوا الخوله زينا انسان نقول اسكت الحيطه ليها ودان، طب ايه ابكي عليه ثاني وليه لازم اخاف؟ ما انا مصبور وصار الصبر عنواني، فقلت اكتب بنفسي جواب اعزيها بعد ما غابت الاحباب. سبت القلم وجيت اكتب، لقيت القلم حبر وقلم، قلت اكتب يمين واحد يمين، وكلنا عارفين ان انا وانت وموسى وعيسى والغولة بني ادمين، بس ممكن تقول من كتر الخوف بقينا في النور مش عايزين نشوف. ايوه مش عايزين نشوف، اصلنا شفنا لحد ما منا طبح الخير، مش عاوزين نخدم صورتنا بالدفاع ونضيع معانا الجيل. انا بقول نهدي لحد ما نحقق مطالبنا وندي لنفسنا فرصه لكن من عمل بلدنا. ما صحيح بدينا نهدي الغول ودم الشهيد، بس الغول ما طلعش لوحده غول، ده معايا 500,000 غول، فيهم اللي كان معروف وكان لعبهم مكشوف وكنا نخاف منهم اكثر من رعبنا بالغول، وكل اللي سابوا لينا غول حب الالم زيدوها في القدم ومراها في الحلقوم. طب ازاي بعد ما ذقت طعم الحلاوه عايزين نبطلها وتقولوا بزياده لابد ناكلها وبراحه وما تاكلش سريع وخاف على الفك؟ لا ما تخافوش على الفك، فك دائما درج زلط وعمره في يوم تنفك، واليوم نقول لها راجع احبك انا بحب الحاقدين وحفضل احبك لحد يوم الدين. أشكر الموهبة الشاعر الأستاذ أحمد مظهر باسم إدارة قصر ثقافة محمد عبد الحميد رضوان المتمثلة في الأستاذ محمد أمين فقير مدير قصر الثقافة، والأستاذ عبد الرؤوف موسى مشرف النشاط الثقافي، والأستاذ حاتم فقير مشرف النشاط العام. نرحب بكم جميعا ونرحب بفرقة فرع ثقافة سوهاج. أبويا قال لي وجدي قال له واتنقل منها الكلام، كان يقول لي بحسن نية وكان يقول لها بصوت همام: القراءة والكتابة، الثقافة والعلام، الأصالة والشهامة كلها في دار السلام، فمع بارود دار السلام الشاعر محمود الدارمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب بصدر الحضور وأرحب بضيوفنا الكرام. القصيدة بعنوان ضيف المساء. انثري حبك بين حشايا رونقا يكسو سفوح هوايا، أرتوي عند المساء ثلوجا ويذوب الثلج عند غنايا، فابعثي ضيفك كل مساء لا يرى ضيفك فرد سوايا، أغمض العينين عند منامي، لست جسما لست أخشى المنايا، لست عبدا لحياة تناءت حيث تنفيني وتبقي صدايا، فصدى يلهو مع الضيف ليلا، فصدى يلهو مع الضيف ليلا في ظلام تائه في الخفايا، أستشف الحب غيبا جليا يا لغيب النجوم عرايا،
والندى أمسى ركاما بروض الحب لكن الهوى بدمايا. كوجيب مشعر بفؤادي شق غيبي فارتشفت صفايا، وسمعت الكروان يغني وأنيني في الدجى صار نايا. رحمة بالدمع رحمة الحب رحمة فالذكريات ضوايا، كم أتت في الليل تقتل حلمي تنشر الآهات حول لظايا، واصطباري صار وهما فرفقا ما خمور الصبر تبهي بكايا. فوق حلمي للفضاء نداء يا حبيبا قد أضاع ندايا، عودتني النائبات الواحة وابتسامي إن دنوت شفايا. كانت اللفظة تخرج نشوى كنسيم في الربا والحنايا. أين راحت؟ أين راحت أم هناك هانت؟ أين لحظ كان منك سنايا؟ كان عوني في الدجى فكثيرا ما محى بالحب طول مسايا. قد غدا قلبي هناك وحيدا يستقي الذكرى ينم بقايا. ها أنا والطيف حول منامي والليالي والرؤى بسمايا. ها أنا والقلب نبض حنين يا حبيبا يستطيب رجايا. أستحب الدمع فيك كثيرا بيد إني قد سئمت وسايا. بعد إذن أستاذ حاتم، بعد إذن الحضور، لو عايزين نمشي شعر شوقا إليك. وأنا مصدق أنه قد كان حبا قد كان حبا خافت الهمسات أم له قلب خافض النبضات. قد كان عهدا ليس فيه دقائق بل كان حبا ضائع الأوقات. أو كان حبا قد تخلص من علائق كوننا أم عاش في الخلوات. بل كان حبا عشت فيه تأملا أمضي وأمضي أحتسي اللمسات. وتخبط الإحساس في أعضائه يا روضة منظومة الجنبات. تحت عيوني أي زهر تجتني وجنت على قلبي بحب عاتي. يا وحي حب فما قد ربته يا نبع خلد عشت فيه حياتي. حب أتاني أم غدوت لأيكه لم أدري يوما أين درآتي. بل كنت في دربي أسير محاذرا وبغفوة ألقت يداي نواتي. حب أتاني أم غدوت لأيكه لم أدري يوما أين درآتي. بل كنت في دربي أسير محاذرا وبغفوة ألقت يداي نواتي. بين الجذوع العاتيات قد انحنى نهر الهوى فرويت منه نباتي. حب مع الأيام زاد بمهجتي مثل العبير يذوب في النسمات. الليل موعد الانتظار يطول بي والصبح لقياها أضاع غداتي. أنقى شهيق كان لي من ثغرها فزفيرها كالعطر في الربوات. كم كنت أعشق ذلك الحب الذي لم أجد إذ ولى سوى الآهات. يا ليلة كانت بها حلم المساء وصرخة هامت بها ندواتي. يا نشوة جمعت معي محبوبتي فشربت سهدا فاح في ليلاتي. يا قبلة ماتت على شفة الهوى نامي هنيئا فوق بعض رفاتي. يا نظرة من عين محبوب هفت دقت فؤادي فانتهت غفواتي. يا كل وصل كان يجمع عاشقين وكل من شاركت في آهاتي عد واسمي فشوق صار مؤرقي. يا ذكريات أحصت السنوات. يا لفظة الحب التي لم أنسها دومي بقلب ما اشتكت تبعاتي. فقصيدتي لن تنتهي وبذمتي ماض حوى سنى الومضات.
إني بأعماقي غرست الحب أشواقا بقلب مكثر النزعات، ما زال قلبي هائما يرجو اللقاء، ولوهمي سيل من العقبات، قبض روحي في يدي قبضتها شوقا إليك لتنتهي أناتي، شوقا إليك أعيش وسط مغارة مهجورة، أسقي الأنين لذاتي، ما بين جدران المكان هو الصدى كالوهم إذ ينساب في الفلوات، فالذكريات كأنها أشباح موتى، بئس من يحيا مع الأموات، أهفو لهم أصغي لأقوالهم فهم الحنين وهم أرتاء حياتي، وهم شعاع الوهم حب لم يزل في القلب يرديني بلا رحمات، يردي ويحيي كي أذوق مراره مثل الحزين، أستطعم الجمرات شوقا إليك لعقتها وهضمتها نارا فسالت من دم أبياتي، فتخيلي إن عدت كيف ستنقذين هوى يموت وراء شوق عاتي، وتخيلي إن عدت كيف سأعتلي أعلى الغصون مجففا دمعاتي، ويعود حب قد سئمت لفقده، حب طوته جوانح اللوعات. أشكر الشاعر محمود الداوودي. يا بحر مين علمك الغدر والخسة، تعبت معاك الرمال بالفرح مش حاسة، بتبيع تراب الوطن على الشط للثوار، وعايزنا نتوضى منك وميتك لسه، مع الشاعر خضيري علي أمين. السلام عليكم. بداية أحب أرحب بصفتي الشخصية بصفتي ممثل المسرح في هذه الساقية والذي يدرك الصراحة المسرحية، وأتمنى أن نشاهد منهم ما أشتقنا أن نشاهده هنا في دار السلام منذ فترة. بالأصل عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في الساقية في نادي دار السلام أرحب بكم في مكانكم، ونتمنى أن نستمتع منكم وسنستمتع إن شاء الله. قصيدتي بعنوان في بيتي يسكن فأر كبير. لا، فأر بالهمزة. في بيتي يسكن فأر كبير ما أكبر، يضحك صاحبي، فماذا لو علمت أنه يسكن المبخرة؟ الفأر كبير جدا ما أكبر، يعيش فسادا في البيت، فأر ما أخطر. أعددت العدة ونصبت توابيت الموت، وأعلنت العصيان، وما زال الفأر يسكن بيتي ما أكبر. في بيتي يسكن فأر ما أكبر، يعظمه الناس من حولي، رسموا له قصصا وقصائد عشق تدمي المحبرة، تجفف مآكل العيون وتسرد تاريخا ما أنظر. فعجبا في بيتي يسكن فأر ما أكبر. فاض الود بي وأقسمت أني سألقي بنفسي في المقبرة، وأجعل من نفسي عبرة للتاريخ، فأنا ضعيف جدا، أنا أمام فقري إنسان ما أفقر. جاءت عن مصر. أنا أمام فقري إنسان ما أفقر، ففي بيتي يسكن فقر ما أكبر. في الصباح أستيقظ أبصر مراسم جنازة، وتفتح الأبواب وتقام المكلمة، ويطوف الناس من حولي، فأسأل ما المسألة؟ الفقر صار جيفة، الفقر آل إلى المشأمة. في بيتي كان فقر ما أكبر، في بيتي كان فقر ما أكبر. يتلألأ وجهي فرحا، الآن أشعر أني إنسان يملك المقدرة، يقهر فقر كبير جدا ما أكبر. تمر ساعاتي كحبات خوف مبعثرة، لأدرك حينها أن الفقر فقط غير محل إقامته، فقط ليقيم في المزرعة، ففي المزرعة فقر يصبر ما أكبر، في المزرعة فقر
نشكر الشيخ عبد العالمين على فضله الكبير. والآن وبعد أن استمعنا إلى آخر فقرة في الجزء الأول من الليلة السادسة في ساقية دار السلام، السادة الحضور، يسعدنا أن يتفضل الأستاذ عبد الرؤوف موسى مشرف النشاط ومفوض الخط بالساقية أن يعرض على حضراتكم مقتطفات على الدكتور من ليالي الساقية السابقة. يتفضل. بص يا باشا اقف مؤقت. بعد الانتهاء من الفقرة الأولى من ليالي ساقية دار السلام بالأصالة عن نفسي وعن منسقي الساقية، ونيابة عن قصر محمد عبد الحميد رضوان الممثل بالأستاذ محمد فقير، أتوجه بالشكر إلى فرقة سوهاج المسرحية ممثلة فيه الأستاذة فاطمة يوسف مدير عام فرع ثقافة سوهاج، نيابة عن الأستاذ شريف محمد كامل مدير قصر الثقافة، ومع المخرج والمؤلف الأستاذ بشار عايد، أيضا مع نجم التلفزيون الأستاذ عاطف الناصر، مسلسلات شيخ العرب همام، الرحايا، بيت الباشا، وادي الملوك، ومع الممثلون الأستاذ أحمد مظهر، الأستاذ شاذلي محمد، الأستاذ عوض الله علي، مع الأستاذ محمد عبد الناصر، والأستاذ جرشس نشاط،
مع الأستاذ يوسف مصطفى. ساوند سيستم الأستاذ أحمد السمان. والأستاذ زاهد زغلول ديكور. وبعد لحظات نبدأ عرض مسرحية أحلام الميدان. السلام عليكم. احنا انا يمكن اسعد الناس بوجودنا في دار السلام. انا برتبط بدار السلام بذكريات جميله جدا. انا قعدت سنه هنا موجه تربيه وتعليم في دار السلام. شفت الرجوله والكرم، وهذا الكلام بنقوله بدون مبالغه وبدون رياء. احنا بنقوله اجمل سنه قضيتها في حياتي في التربيه والتعليم كانت في دار السلام ايام الراحل الاستاذ عبد الشافي الله يرحمه. وليا اعترف في مدينه الكشك، وكنت دائم الزياره لدار السلام ومدينه الكشك، واحنا سعداء جدا بيكم. وانا قبل كده كنت عرضت عرض هنا برضه من 4-5 سنين عن ايوه طبعا ثقافه القريه، حاجه تبع الثقافه الجماليه برضه، ثقافه القريه، وقبلنا بمقابله وترحاب عظيم جدا جدا. ودي ما كانش حاجه غريبه طبعا، ده عادي المسرحيه بتاعتنا بسيطه جدا. التركيز كله في الكلام اللي فيها، لان هي خطتها قليله ومعموله عشان انها تلف اماكن كتير. زي ما كان مفيش مسرح هنا، لكن مش هتشعروا ابدا ان مفيش مسرح، هتشعروا فعلا في مسرح كبير والناس بتشتغل عليه. ولذا احنا هو مشهد من دار التحرير جميل صور شهداء في البلاد. عندنا راجل كبير بيدور على ابنه من ضمن الثوار ونايم في الميدان على بعض الحجاره زي ما اتفضل سيادتك. سمحني حضرتك يا ريت سيبنا نشوفه يعني. لا انا مش هحكيه، انا بوصف بس الديكور عشان نعرف ان هنا البساطه اللي احنا بنستخدمها، لان احنا ما يهمناش الديكور والزواج وبتاع، يهمنا الكلمه والاداء. عجبوكم ان شاء الله هتنبسطوا معانا، لان هتلاقوا مفاجاه في العرض ان شاء الله تنبسطوا بيها وتعجبكم. ومع عرض احلام الميدان مركز سؤال. مسرحية أحلام في البداية، مقدمة أشعار للشاعر الكبير الأستاذ جميل عبد الرحمن، ألحان الأستاذ الحبشي، غناء عصام عبد الله، هندسة صوتية أبو فرحة. أحلام البداية من تأليف وإخراج الأستاذ بشارة عيان.
البلاد الفساد سوس بينكر البلاد نار نغطيها الرماد والغضب يسري معاها بنكبر بامتداد بنكبر بامتداد يلي فاكرنا انتهينا يلي فاكرنا انطفينا بالعينات نكسر عينات بالعينات نكسر عينات يلي في الأرض رجونا السلع أو بضاعة في المزاد انتوا ما كنتوش تهلكوا صبرنا شجرة معاد ليه كالشعب مالك ليه ملاكين السواعد والليل حتى بيغرق جوا بحر ملوش قرار هو بيده كاتب نهايته لفين حتى جدار ده مراد رب العباد شعبنا لما أراد ربنا لما نداه ربنا لما نداه ربنا لما مين ماشي ده؟ ده واحد راجل ما انا عارف الراجل ايه اللي يقوم الوقت يمكن من ضمن الصور. صور ايه؟ الثوره خلاص حققت اول اهدافها والناس بدت تشوف شغلها والملاك خلاص بقى فاضي. طب ما نصحيه ونشوف حكايته. نصحيه ازاي؟ انت مهم فيكم. سمعت ايه؟ ده راجل كبير وفاهم على الغلبان. الراجل ده شكله مش غريب عليك. واحنا نحير نفسنا ليه؟ ما نصحيه ونشوف حكايته. يلا نشوف حكايه راجل نايم في الميدان. انت يا عم اللي نايم، انت يا عم اللي نايم. أنا فين؟ انت في الميدان. ميدان إيه؟ ميدان التحرير. افتكرت. أنا فعلا نمت في الميدان. الله، لكن فين الناس؟ فين شباب الثورة؟ الناس نايمه في بيوتها يا عم. والشباب؟ الشباب راحوا فين؟ أنا حلمت امبارح بناس شكلها غريب، جت وقالت الميدان ده بتاعنا، احنا بتوع الثورة. مش ممكن حد هيسرق الثورة ولا يسرق الميدان، والشباب في أي لحظة هتلاقيهم في الميدان. لكن انتوا مين؟ شكلكم مش غريب عليا. احنا اولادك يا عم، احنا من شباب الثورة. شباب الثورة؟ طب ولابسين كده ليه؟ مش مهم احنا مين ومش مهم لابسين ايه، المهم انت نايم هنا ليه؟ نايم هنا ليه؟ افتكرت. انا ابني اتصل بيا وقال لي تعالى يابا انا في ميدان التحرير. انت كنت فين؟ انا كنت في البيت، بس على فكرة من اول يوم في الثورة وانا مع الثوار. ممكن تهدى يا عمي وتحكي لنا حكايتك؟ انا راجل موظف، بعد كم شهر هطلع على المعاش، وفي يوم وانا قاعد في البيت قعدت افكر يا ترى لما اطلع على المعاش مرتبي هيبقى كام جنيه، والوالدين اللي خلصوا جامعه دول هيشتغلوا امتى وازاي، وهيكونوا اسره امتى وازاي. طب والبنت اللي عايزه تتجوز هجهزها منين؟ ده عايزه هدوم وجهاز وغيره وغيره. طب ولو انا مت العيال دي هتعمل ايه؟ وفجاه دخل عليا ابني وقال لي يابا مالك يا حاج بتفكر في ايه؟ والله انا عارف يا ابني
من كتر التفكير مش عارف بفكر في ايه. خايف يابا من المستقبل؟ المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى ونعم بالله، لكن ربنا برضه امرنا بالسعي. شد حيلك انت واسعى ودور على شغل. شغل ايه يابا؟ هي الملاليم اللي بيرموها لنا تفتح بيت ولا تاكل عيش؟ يعني ايه؟ البلد مليانه خير يابا،